ملعب مولاي عبد الله لم يعد كما كان. مشروع ضخم، إعادة بناء شاملة وتقنيات عالمية دخلت رسميا للملاعب المغربية. والنجمة هذه المرة شاشات عملاقة تخطف الأنظار وتحول تجربة المشاهدة إلى عرض سينمائي. في قلب العاصمة الرباط، وضمن تحضيرات المغرب لاستضافة كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، بدأت أشغال إعادة تأهيل ملعب مولاي عبد الله، مشروع عملاق يهدف إلى تحويله إلى واحد من أرقى الملاعب في العالم. أبرز ما يميز هذا التطوير شاشات LED عملاقة بجودة عالية تركب على الجهتين الجنوبية والشمالية من الملعب بكلفة تقارب مليار سنتيم، لتعرض عليها لحظات المباريات الحاسمة، الإعادات وأهم المعلومات مباشرة أمام أعين الجماهير. هذه الشاشات مقاومة للطقس وتعمل بدقة عالية حتى تحت أشعة الشمس القوية، تماما كما في ملاعب أوروبا الكبرى. كل ذلك في إطار مشروع شامل يشمل واي فاي في كل المدرجات، كاميرات ذكية بعدد يفوق 800 كاميرا، وبوابات إلكترونية للتنظيم الفوري. الأمر لم يتوقف هنا. دراسة ألمانية حديثة صنفت ملعب مولاي عبد الله كثاني أفخم ملعب في العالم بعد سانتياغو برنابيو، بفضل هذه التجهيزات الذكية وعلى رأسها الشاشات العملاقة. ملعب مولاي عبد الله لم يعد مجرد ملعب، بل أصبح معلمة عالمية بالتقنيات القرن 21، وجاهز ليحتضن كبريات البطولات من إفريقيا إلى العالم. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس لتتابعوا كل جديد عن تطورات الملاعب المغربية.